وبعدين عملت ايه؟ بس يا سيدي قلت له بقى ايه. السلام عليكم يا جدعان، حد معاه 32 بيضة؟ اهو اتفضل يا سيدي. 32 بيضة ايه اللي بتتكلم عليها دي؟ وانا تنين؟ يا راجل ما يقصدكش انت هنكش. ممكن اي حد يكون عنده 32 بيضة. اسكت يا حمودة، اسكت يا حمودة، اسئلة الغباء دي مش وقتها. وفي حد عنده 32 بيضة؟ انت اتجننت؟ يا جدعان، اللي عنده 32 بيضة واقفة تحت قافلة عليا الطريق، عايز اطلع بعربيتي. صف النية بقى يا حمودة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، النهاردة احنا قدام جزء المجني عليها، حابين نسأله شوية أسئلة عن تفاصيل الجريمة. اسم حضرتك ايه؟ اسمي فوزي. أستاذ فوزي، احنا طبعا قدنا معاك في اللي حصل وكامل العزاء لأهل الضحية. بس حابين نسأل عن تفاصيل الجريمة وحصلت ازاي؟ والله حضرتك انا كنت في الشغل وراجع يوم بدري. دخلت لقيت الحرامي بيخنق بمراتي بالحبل وكده. يعني انت يا أستاذ فوزي شفت الحرامي بيخنق في مراتك بالحبل لحد لما روحها طلعت؟ ايوه يا استاذ، شفته بعناية دول. طيب أستاذ فوزي، طب لما شفت كده ما حاولتش تتدخل ليه؟ والله يا بيه انا فكرت اتدخل بس لقيته قادر عليها لوحده. حسبي الله ونعم الوكيل. بتاعت الارض. هتبقى اشتريت نفسك يا حمودة. طب ولو انا ضربت نفسي واتوجعت، هبقى انا قوي ولا ابقى ضعيف؟ هتبقى مجنون يا حمودة. طيب لو انا شتمت نفسي، هاخد حسنات عشان الشتمت ولا هاخد سيئات عشان شتمت؟ هتاخد على دماغك يا حمودة. طيب هو ليه اي بنت وولد متجوزين ما بيبقاش الشيطان تالتهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الشيطان نايم يا حمودة. طب لو انا حبيت ان انا افشل، هنجح في ان انا افشل؟ لا، انت نجحت يا حمودة وبدرجة امتياز كمان. عارف نجحت في ايه يا حمودة؟ في ايه يا حنكش؟ ثانية واحدة واقولك. ايه ده حنكش؟ حنكش هو ماله؟ وانا قلت حاجة تضايقه؟ شرفتنا. أنا أشرف. صحة وعافية. أمك حافية. عاش من شافك. الله يشوفك. مش عارف اقول لك ايه. شكرا. العفو ولا يهمك. انا ولا هختار بقلبي ولا هختار بعقلي، الاتنين اغبى من بعض اصلا. انا بعد كده هختار برجلي عشان لو الاختيار طلع غلط اشوطه.